السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت البسكريم أو البسكوت الحلزوني بطريقة سهلة، وكمان مكوناته عندنا في البيت. وكمان يا جماعة تقدري بقى تقولي عليه بسكوت غريبة بجد، ناعم جدا وكمان حلو جدا مقرمش كده، وكمان دايب دوبان. وقبل ما ندخل على الطريقة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة معايا هنا كوباية الا ربع من السمنة الساقعة، يعني انا حطيتها كده في التلاجة نص ساعة بس كده على بال ما سقعت معايا يا جماعة بالشكل ده. يبقى حطيت اول حاجة كوباية الا ربع من السمنة الساقعة. ممكن كمان لو عندك زبدة تستخدمي زبدة، مفيش اي مشكلة. هحط كمان كوباية من السكر البودر، ولو ما عندكش سكر بودرة يعني هتجيبي كوباية سكر وتطحنيها عندك، مش هيبقى فيه اي مشكلة خالص. هقلب بقى السكر مع السمنة لحد طبعا بقى ما ادوب السكر كويس، والقوام يبقى عندي كده كريمي بالشكل اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. يعني هتقلبي حوالي كده دقيقتين تلاتة بالشكل ده كده اهو يا جماعة، وما بياخدش منك وقت خالص. شايفين بقى عامل عندي كده زي الكريمة. هحط له كمان حوالي ربع كوباية من الزيت. يبقى الاول حطيت كوبايه الا ربع من السمنه الساقعه، كوبايه سكر بودره، قلبتهم كويس مع بعض، نزلت بربع كوبايه زيت قلبتها برضو كويس مع بعض كده بالشكل ده لحد ما كان عندي القوام زي الكريمه بالشكل ده كده يا جماعه. عندي هنا بيضه بدرجه حراره المطبخ وعليها كيس من الفانيليا. هخلط برضو البيضه لحد كده ما تدوب تماما كده في الخليط بتاعنا بالشكل ده كده. وكده ما بقاش عندنا بقى غير الدقيق وخلاص يا جماعة، المكونات بتاعتنا هتكون جاهزة معانا. بعد كده عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، بنزل كده شوية بشوية وبقلب. كل ما بنزل بشوية كده بقلب لحد ما يختفي الدقيق، ارجع احط شوية تانيين وبقلب بالمعلقة عادي خالص. معايا بقى هنا معلقة من البيكنج باودر بالشكل ده ورشة الملح. هخلط بقى كل المكونات كده بقى بتاعتنا مع بعض اهو يا جماعة، لحد طبعا بقى ما الدقيق بقى خلاص يبدأ يختفي عندي. وطبعا اي عجينة بسكوت ما يعني مش بنعجنها ولا حاجة، يدوبك بس بنلمها كده بايدينا كده. خلاص بقى هشيلت المعلقة وهبدأ بقى ألم العجينة بتاعت البسكوت اهو يا جماعة. بتلميها كده بايديكي، وطبعا ما بنعجنش فيها ولا اي حاجة خالص، يا دوبك بس تلميها لم كده. وطبعا لو لقيت عجينة البسكوت معاكي طرية يعني وبتلزق في ايدك شوية، ممكن تضيفي معلقة دقيق. لكن لو لقيتيها بتشقق في ايديكي لما تمسكي كده قطعة من العجين ولقيتيها بتشقق في ايديكي، هتكون لسه محتاجة معلقة من السوائل. ممكن تحط لها معلقة من اللبن او معلقة من المية. شايفين كده ما فيهاش اي تشققات، بقت جاهزة معايا بالشكل ده كده. قسمت بقى العجينة بتاعتي لنصين، علشان طبعا نص هعمله بالشوكولاتة ونص هسيبه ابيض زي ما هو. هاخد كده نص من اللي انا قسمته، وهحط له معلقتين كده كاكاو من كاكاو خام. طبعا احسن نتيجة تاخدي بيها لون وطعم وكل حاجة حلوة هو الكاكاو الخام اللي هو الاسباني ده، بيديكي نتيجة حلوة كويسة جدا جدا. هخلط بقى لحد كده ما الكاكاو يختفي بقى معايا ويكون كده عندي العجينة بالشكل ده. شايفين برضو بختبرها كده ما فيهاش اي تشققات خالص. كده خلاص بتكون جاهزة معايا. هسيبهم بس يا جماعة في التلاجة بس 10 دقايق طبعا علشان الجو حر خالص. وبعد كده بقى هبدأ اشكلها كور. جبت كده النص الابيض بتاعي من العجين وهبدا اشكله لكور بتكون يعني قد البليه كده. فاكره البليه الصغيره دي؟ بعملهم كده قد البليه. طبعا بقى لو ولادك بقى جنبك ولا كده هيساعدوكي بقى بالشكل ده. وعملت كمان النص اللي بالشوكولاته بالشكل ده برضه، كورتهم بقى وسبتهم كده اهو علشان اشتغل بيهم بقى. هاخد بقى واحدة بيضة وواحدة شوكولاتة، واحدة بيضة واحدة شوكولاتة، يعني اخدت ست وحدات، 3 ابيض و3 شوكولاتة.
وبعدين لميتهم كده يا جماعة بالشكل ده كده اهو على الرخامة، شايفين يعني الشكل موضح نفسه اهو. وبعد كده حطيتهم كده على ايديا وهبدأ الفهم بقى. وطبعا بقى على حسب ما اللفة تطلع معاكي يعني، اول مرة ممكن ما تظبطش معاكي كده، يديكي كده شكل غريب شوية، تاني مرة هتلاقيها ظبطت معاكي، يعني على حسب بقى اللفة ما انت بتلفيها. او شايفين شكلها عامل ازاي. هعمل كمان برضو واحدة معاكم تانية بنفس الطريقة، يعني الشكل اهو موضح نفسه. بجيب واحدة ابيض، واحدة اسود، واحدة ابيض، واحدة اسود، كلهم بيبقوا عندي 6. بعد كده بدخلهم في بعض بالشكل ده كده، وباخدها على ايديا، وبعد كده ببدأ الفها يعني حوالي لفة كده بالشكل ده كده، لحد بقى ما تديك الشكل اللي هيطلع لك بالشكل ده اهو يا جماعة. شايفين الشكل؟ يا ريت لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف معانا. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها كده بنفس الطريقة، وبرص في الصاج بتاعي مش مدهون اي مادة دهنية خالص. شايفين شكله؟ طبعا فاض معايا بقى كام واحدة بيضة عملتهم بالشكل ده كده. هيدخل على درجة حرارة، بدخله على درجة حرارة 200، وبشغل من فوق ومن تحت بالشكل ده كده. شايفين؟ اول ما بيخرج بقى بسيبه بس يبرد معايا، وبعد كده بقى نقدمه مع بعض. شايفين بقى شكله يا جماعة عامل ازاي؟ بجد كان دايب جدا، تقدري يعني تقولي ان انت بتاكلي بيتفور مش بتاكلي بسكوت. وكمان شكله حلو جدا، عجب الولاد طبعا. شايفين؟ هنكسر كده واحدة مع بعض ونشوفها. شايفين التسوية بتاعتها ممتازة، مقرمش ودايب حلو جدا. طبعا لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.